حابة أكمل الفكرة بتاعت ليه أنا مسيحي. زمان أوي أنا سألت إن أحد الأسئلة اللي ممكن الواحد يختبر بيها نفسه في الدفاعيات هو إنه يحاول يجاوب السؤال بتاع ليه أنا مسيحي عشان يكون مستعد في أي وقت المحادثة تاخد كل الطريق دوت تبقى عندك الإجابة جاهزة. الفيديو اللي قبل دوت أنا اديت شوية حاجات ليه بسببها أنا مش مسيحي، بمعنى أصح بمراعاة ما بين إني الفرق ما بين إن أنا عندي اختبار شخصي وأنا الوحيد اللي أقدر اللي اختبرت الاختبار الشخصي دوت، والفرق ما بين إن أنا أوري الشخص ليه المسيحية ديانة الصح أو الحق. فالمرة دي بقى عايزة أتجه لفكرة أوكي، وصلنا لنقطة إن أنا عايز أوري الشخص اللي قدامي بالأدلة أو بالبراهين إن الديانة المسيحية دي هي الديانة اللي المفروض أفكر فيها على إنها تكون الحق. وعشان نبقى عادلين وأي حد ممكن يبقى يختار يكون بوذي هندوسي ملحد، لازم يكون في طريقة منهجية الواحد يفكر فيها عشان يبقى عادل في تقييمه أو يحاول يكون عادل في تقييمه لكل المعتقدات اللي هو شايفها قدامه. ايه هي بعض الحاجات اللي ممكن انا استخدمها في البحث عشان اقدر فيها ابقى ماشي بطريقة منهجية، سواء في طريقة عرضي للحقائق اللي هي بتؤدي اللي توصلنا لان الديانة المسيحية هي ديانة حق، او سواء انا كواحد باحث بحاول اعرف انهي معتقد هو اللي الحق. اول حاجة ان هي لازم تكون المعتقد دوت متماشي ومش مناقض للواقع اللي حوالينا، سواء من خبراتنا كأفراد أو من الأدلة الفلسفية أو الأدلة المنطقية أو الأدلة العلمية. إن لازم يكون في نوع من التوافق ما بين الادعاءات اللي بتقوم بيها المعتقد دوت والأدلة المتوفرة حوالينا. لازم تكون الفكرة بتاعته فكرة مش بتناقض نفسها، ده تاني حاجة. يعني مينفعش إن أنا أقول إن أنا أؤمن بإن الله صالح وفي نفس الوقت أقول إن هو يعني بيعمل حاجات شريرة، لأن مينفعش يكون صالح وفي نفس الوقت بيعمل شر. فكرة مش متناسقة مع بعض. فدي فكرة إن الحاجة تكون كمبدأ مش مناقض نفسه. بعد كده تالت نقطة هو إذا أنا حاولت إن أنا آخد المعتقد دوت وأعيش بكل حاجة المعتقد ده بيمليها في حياتي دي هتكون شكلها إزاي، وهتخليني إنسان أفضل ولا هتوديني بطريقة بحيث إن أنا أبقى أسوأ. هتعرف تتعامل مع مشاكلي، ولا الديانة ديت في عالم موازي بتكلم ناس مش عايشين في العالم اللي احنا مختبرينه. هل فعلا تقدر تخلصنا قصدينا طريقة نعيش بيها حياتنا، ولا مجرد أفكار وشوية شعائر بنعملها لكن ما بتأثرش في حياتنا. دول الثلاث حاجات اللي الثلاث نقط اللي احنا فيها بنحاول ان احنا نستخدمهم مع اي معتقد ان احنا هندرس فيه عشان نعرف اذا كان المعتقد ده صح ولا لا. فأنا هبدأ أو بفكرة وجود فكرة وجود الله. دي فكرة ممكن في ناس أو فكرة إن أنا أوصل لأي ديانة في كذا طريقة في ناس بتاخدها عشان توصل للاستنتاجات بتاعتها. أول واحدة إن أنا أمشي زي ما بيقولوا من فوق لتحت. من فوق يعني أوصل الأول هل الله موجود ولا مش موجود. بعد كده ابتدي اشوف لو الله موجود ايه صفاته دي بتشاور لأنهي مثلا ديانة او معتقد، وابتدي ادور في الديانات ديت اللي هي بتدي صورة متوافقة اللي احنا نعرفه عن الله من اعلان الطبيعة او الادلة اللي حوالينا، وابتدي اشوف انهي ديانة هي الاصح وامشي الطريق بتاعي لحد ما اوصل للديانة مثلا المسيحية. في طريقة بنسميها من كأنك بادئ من فوق لتحت. من فوق لتحت معناها ايه؟ بدور على الأدلة اللي هي زي المعجزات وأشوف المعجزات دي جاية من أنهي خلفية وبتشاور على أنهي معتقد. يعني مثلا في ناس مسيحيين يقولوا إن فكرة القيامة مثلا لو وصلنا إن القيامة تاريخيا حصلت، يبقى الاستنتاج الطبيعي هو إن
حاجة زي كده عشان تصلح تنفع تحصل لازم يكون الله موجود. وبالتالي المسيحية هتكون هي دين صح، لأن القيامة دي حصلت في الإطار المعتقد المسيحي. يعني كل حاجة حصلت، الديانة اللي بتفسر القيامة والديانة اللي بتنبأ بيها كانت الديانة المسيحية. في ناس بتوصل لصحة الديانة المسيحية بطريقة من القيامة، من أدلة القيامة إلى أدلة المسيحية ووجود الله في نفس الوقت. في نوع تالت، في أنواع تانية تاني، بس في نوع تالت برضو مشهور خالص، وهو اللي بيجمع كل الأدلة من كل حتة، سواء كانت من المنطق، من العلم، من الفلسفة، من خبراتنا الشخصية، من علم النفس، من علم اللي احنا نعرفه عن وعي الإنسان وتركيبة المخ وازاي المخ بيشتغل وكل الكلام ده. يروحوا مجمعين كل الحاجات ديت ويقولوا أنهي إجابة بتشرح كل المعلومات اللي احنا نعرفها عن الإنسان والطبيعة اللي حوالينا. فبيبدأوا من الأدلة كلها، وزي البازل بيس بيشوفوا هل إله المسيحية هو اللي بيشرح الأدلة اللي قدامي ديت، هل الإلحاد هو اللي بيشرحها، هل حاجة زي الديانات الشرق اللي هي الهندوسية والبوذية، هل ولا واحدة منهم بيشرحوا وإن إحنا مثلا كلهم غلط. فدي الثلاث طرق الكبيرة، لكن زي ما قلت في طرق تانية الناس بتستخدمها، لكن دول أشهر 3 طرق ممكن واحد يتعامل معاها. بالنسبة لي أنا الطريقة اللي هقدم بيها هي فكرة إن أنا أمشي بالتسلسل، أو هجمع ما بين فكرة الأدلة كلها لما أجمعها مع بعض إيه أكتر حاجة بتشرحها، وفكرة برضو إني أنا عايزة أجاوب السؤال بتاع وجود الله. السبب بتاعي هو سبب شبه شخصي شوية، هو إن أنا لقيت لما أنا بحاول أوصل من فكرة زي فكرة القيامة أو المعجزات لله، معظم الناس اللي احنا بنتكلم معاهم جايين من خلفية لا تقبل فكرة المعجزات أصلا. أي دليل عشان تقدمه المعجزات، أول حاجة يحاول يعملها هو إن يقول لا، طب مين قالك إن ده حصل، أو إزاي تثبت إن ده حصل، أو هيبتدي يشكك، أو يبتدي يقول يمكن يكون في، لدرجة إن عندهم استعداد يقولوا يمكن يكون في إجابة للحدث اللي إحنا مش عارفين نشرحه وهنعرفها في المستقبل، لكن دلوقتي إحنا ما عندناش إجابة ليه، لكن أنا مش عايزة أقول إنها معجزة. وبالتالي بحس ان فكرة الوصول لله من كلمة من المعجزات، او ان انا ابص على حتى الادلة بتاعة القيامة وانا عندي فكرة مسبقة ان المعجزات لا يمكن تحصل، بلاقيها صعبة شوية. فحسب الشخص انت تتكلم معاه تختار، لكن لسهولة تسلسل الافكار هبدأ من فكرة هل الله موجود ولا لأ. زي ما قلت لكم إن أحد النقط اللي بنستخدمها عشان نعرف إذا كان المعتقد دوت أساسا ممكن أبدأ أو أفكر في فكرة زي فكرة الله، هو إن أنا عايزة أشوف إن الفكرة منطقيا تنفع، وإن هي مش بتناقض نفسها. فخلينا نوضح الأول إيه فكرة الله وتعريفه إيه، عشان نشوف هل الفكرة دي أساسا ينفع أكمل بيها، ولا دي فكرة ضد نفسها أو فيها تناقضات ما ينفعش تحصل في الواقع. يعني في حاجات ممكن نظريا الواحد يتخيلها، لكن تيجي تحاول تعملها في الواقع ما تنفعش. زي اللانهاية مثلا، اللانهاية عشان تخليها في الواقع تحصل بتؤدي إلى حاجات لا يمكن إن هي تحصل في الواقع بتاعنا إحنا. لكن ممكن الناس بتوع الحساب يعملوا سيناريوهات باللا نهاية والكلام ده كله ممكن. تمام، خليني أخش في موضوع فكرة الله كفكرة، هل هي معقولة منطقيا؟ الأول نشوف إيه التعريف اللي بيستخدموه الفلاسفة وهما بيتكلموا على كلمة الله. أكتر تعريف مشهور ما بين الفلاسفة هو تعريف استخدامه واحد من آباء الكنيسة هو أنسلم. أنسلم بيقول إن تعريف الله هو هقولها بالإنجليش مكانها تانية the greatest conceivable being، يعني أكتر كائن ممكن العقل يتخيل كامل في كل صفاته هو ده يكون الله. وإذا كان عقل الإنسان يقدر يوصله بكائن بصفات أعلى من الكائن اللي تخيله في الأول، يبقى الكائن التاني هو ده الله.
يعني معنى كده إن هو في الآخر أعظم كائن ممكن تتخيله، أو يتخيله العقل البشري. وهي دي فكرة إن مفيش حاجة تاني أعظم من الله هتكون موجودة. أم، فكرة الله إن هو لازم في طريقتين. دي الفكرة اللي هي الناحية المنطقية إن فكرة الله هو أعظم كائن موجود. ده معناها إيه؟ إن هو لو الله موجود هيكون مفيش أقوى منه، مفيش أحكم منه، مفيش أعلى منه في المعرفة، مفيش أعلى منه في الكمال في صفاته الأخلاقية. طيب، هل في اعتراض منطقي على هذا التعريف ممكن يهد فكرة الله؟ هو كان فيه، بس ليه إجابة. والسبب المعروف خالص هي كانت مشكلة الشر. مشكلة الشر استخدموها بعض الفلاسفة في عصر التنويري، إن هم يقولوا بما إن الشر موجود فيا إما الله غير كامل في صلاحه، يا إما الله غير كامل في قوته. وبالتالي فكرة إن الله كامل في كل حاجة زي الصلاح والقوة والمعرفة فكرة منطقية ما ينفعش تبقى ثابتة مع نفسها. وأبسط رد للموضوع دوت هو فكرة إن آه، هل ممكن يكون لله أسباب تخليه يسمح بالشر؟ لو الإجابة هي يبقى مشكلة الشر المنطقية انتهت، والإجابة فعلا هي الله، هي لأن أنا ممكن أفكر إن يكون الله ككائن كامل العلم والمعرفة، إن يكون عنده أسباب مش بالضرورة حتى أكون أعرفها، أو مش بالضرورة أنا كشخص بيرد إني أنا أقدم الأسباب دي. لأني وانس إن أنا وصلت للنتيجة إن منطقيا ممكن يكون في أسباب أخرى تجعل الإله كامل في كل صفاته إنه يسمح بالشر، بمجرد إن أنا عملت دي إنها منطقيا مسموح بيها، أنا كده رديت على الاعتراض المنطقي. حتى لو كان أنا مش عارف أثبت إن السبب اللي أنا قدمته هو السبب الصح، لكن بمجرد وجود إن في سبب ممكن يخلي الله إن هو يسمح بالشر، أم، ده ينهي مشكلة المنطقية. فمعنى كده إيه؟ معنى كده إني بانس إن أنا عديت المشكلة ديت، إن فكرة الله كمبدأ لسه مبصتش على أي أدلة حواليا، فكرة متماسكة مع نفسها. طيب، في ناس بقى بتاخد بقى بتمشي شوية أكتر قبل ما تبص على الفكرة المنطق على الأدلة، ومستخدمة بنفس الطريقة أسلوب المنطق فقط بدون اللجوء للأدلة لسه. وهو فكرة إن طب أوكي، الوجود هو حالة من اتنين، يا إما الشخص موجود يا إما الشخص مش موجود، مفيش حالة في النص. وبالتالي بما ان مفيش حاجة في النص، يبقى معنى كده ان الله يا اما موجود يا اما مش موجود، ما ينفعش يكون في حالة في النص. فهما بيقولوا ان في نوعين من الوجود، يا اما الحاجة موجودة لانها آم، مسببة، يعني في حد جاب حد او خلق حد او حد عمل حاجة، فكل حاجة ليها سبب. وده نوع من الوجود. وفي وجود لازم، يعني لازم الشيء ملوش، هو موجود لأنه ملوش بداية ملوش نهاية، فهو لازم يكون موجود. وبالتالي في ناس بتوصل من فكرة إن الله، الفكرة اللي استخدمها أنسلم، ان الله كامل في كل صفاته، وفكره ان بما ان مفيش اي حاجه منطقيه تلغي فكره وجود الله، فيقولوا اذا يوصلوا للاستنتاج اذا وجود الله على اقل تقدير احتمال وارد، بس بناء على المنطق، مش بيستخدموا اي ادله تانية. وبيوصلوا من فكره ان الله احتمال موجود أو ممكن يكون موجود حتى في عالم، مش لازم يكون العالم بتاعنا، حتى لو افترضنا عوالم أخرى. وبيستنتجوا منها خطوات في النص كتير، مش همر بيها دلوقتي. إن لو الله ممكن يكون موجود في عالم من
افتراء العالم ممكن يكونوا موجودين. إذا الله موجود، ممكن يوصلوا بيها إن الله هيبقى موجود، لأن بشخصه الله لازم الوجود. تعريف الله إن هو لازم الوجود، فبيوصلوا من احتمالية وجود الله إلى إن الله موجود لأن طبيعة الله لازمة الوجود. ففي ناس بس بتستخدم الفكرة المنطقية إن هي توصل فيها على أقل تقدير إن من احتمالية وجود الله إلى إن الله موجود، لأن الله بطبعه كتعريف منه فيه هو لازم الوجود، لأن ملوش بداية ملوش نهاية، ما بيتغيرش. لأن زي ما قلت لكم أنسلم بيعرف الله على إنه كائن مفيش منه، مفيش كائن أعظم منه. ولأن آه الوجود يا إما مسبب أو لازم، فإذا الله غير مسبب، وإلا الشيء اللي سببه هيكون هو الله، فالله بطبعه لازم يكون موجود، أو لازم الوجود، سوري مش لازم يكون موجود، لازم الوجود. فبياخدوا المعلومات دي كلها ويجمعوها مع بعض ويعملوا فيها نقط منطقية بتسلسل، ويوصلوا بيها للاستنتاج إن الله موجود. دي الفكرة المنطقية. لكن لأنها فكرة يعني بتحسب على مستوى العقل بس، مش ناس كتير، مفيش ناس كتيرة بتستخدم دي وتقف عند دي بس، فبيحتاجوا إلى الأدلة الأخرى. ده اللي ياخدنا للكرايتيريا اللي هي بتاعت إن هل المعتقد اللي قدامي ده بيمثل الواقع أو بيشرح الواقع اللي حواليا، والأدلة لو جمعتها بتشاور على شخصية زي شخصية الله في المسيحية، ولا بتشاور على حاجة تاني. ودي بقى حاجة هنكملها في المرات التانية. شكرا، باي باي.